كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الأبواب، والمعروف طبعا عن شهر رمضان انه شهر صلاة وصوم وعبادات كتير قوي، وبرضو طبعا مفيش مانع من شوية مسلسلات نسلي بيها صيامنا. رمضان 2024 مليان بالمسلسلات الدسمة والمثيرة جدا، وفي وسط كل المسلسلات دي بنلاقي النجم كريم عبد العزيز بيفاجئنا بحاجة لا كانت على البال ولا على الخاطر، وبجد شكله عامل عظمة السنة دي بمسلسله الجديد الحشاشين، واللي بيقدم فيه شخصية حسن الصباح. يا ترى مين هم الحشاشين دول ومين حسن الصباح؟ هو ده بالظبط اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا، واللي هيفاجئكم جدا زي ما فاجئني بالظبط. ركزوا معايا لو سمحتم وحاولوا تستوعبوا الكلام اللي هقوله، لان صعب جدا انه يتصدق. اولا، مين هم الحشاشين؟ الحشاشين هي مجموعة من المنظمات والحركات الإرهابية اللي حرفيا رعبت العالم كله على مدار 3 قرون. ده من كتر الرعب اللي كانوا عاملينه في الناس بدأوا الناس يألفوا قصص وحكايات أسطورية من كتر ما كان اللي بيعملوه فعلا فوق الخيال ومفيش حد ممكن يستوعبه. على سبيل المثال مثلا هقول لكم قصة بسيطة قوي. بعد المعارك اللي دارت بين السلطان السلجوقي سنجر ابن ملك شاه وطائفة الحشاشين في محاولات منه انه يقضي على المنظمة الملعونة دي، في يوم صحي السلطان من النوم وهو بيتقلب على سريره عادي ومش مدي اخوانه، فجأة لقى خنجر مغروس في المخدة اللي كان نايم عليها، ومحطوط فيها ورقة مكتوب فيها بخط ايد حسن الصباح بيقول فيها: كان من الممكن ان تغرز في صدرك. تخيل كده معايا لو انت مكان السلطان ده كان ممكن تعمل ايه؟ صباح الرعب يعني. وبسبب الرعب اللي حصل للسلطان ده قرر انه يتفاوض مع حسن الصباح ويتجنبه خالص طول فترة حكمه. اظن بقى مفيش رعب اكتر من كده. دول وصلوا لحد اوضة نوم السلطان. ازاي قدروا يدخلوا القصر ويعدوا من الحراس؟ والله اعلم بقى اذا كان الحراس دول تبعهم ولا لا، زي ما عملوا بعد كده مع السلطان الناصر صلاح الدين، واكتشف ان اغلب الحراس بتوعه كانوا من الحشاشين، ونجا من محاولة اغتيالهم بأعجوبة وحماية ربنا بسبب الدروع اللي كان بيلبسها تحت هدومه. وده بقى كان مثال بسيط خالص عن مجموعة الحشاشين. طيب امتى بقى بدأت الحركة دي ومين هو بالظبط مؤسس الحركة؟ هقول لكم حالا، بس يا ريت بلاش تبخلوا عليا بلايك وشير وسبسكرايب للفيديو ده لو عجبكم الفيديو، ولو حابين تسمعوني في فيديوهات تانية ما تنسوش تفعلوا جرس الإشعارات. نرجع بقى للحشاشين. مؤسس حركة الحشاشين يبقى كريم عبد العزيز. لا، مش كريم عبد العزيز ده، انا قصدي الدور اللي بيقوم بيه كريم عبد العزيز في مسلسله الحشاشين اللي هو حسن الصباح. طيب مين بقى هو حسن الصباح؟ سنة 430 هجريا 1037 ميلاديا اتولد حسن ابن محمد ابن علي ابن صباح الحميري في مدينة قم في إيران. اتولد في أسرة شيعية على مذهب الاثنى عشرية، ومن بعد ولادته اتنقل هو وأسرته في مدينة الري. وكان الفرق بين قم والري ان قم كانت مقر مذهب الاثنى عشرية الشيعي، اما الري كانت ماشية على مذهب الاسماعيلية الشيعي. فلما راح حسن بن صباح الري واندمج فيها وبقى فيها اصحابه ومعلمينه، واللي كان فيها طالب علم مجتهد جدا وباحث دؤوب في كل فروع العلوم، لحد ما قابل عميرة زراب، وده كان من اكبر الرجال المتمسكين بالمذهب الاسماعيلي الباطني، واللي قدر يقنعه بمذهبه لحد ما غير حسن الصباح مذهبه وهو عنده 17 سنة لمذهب الإسماعيلي الباطني. والإسماعيلية الباطنية بيتفقوا مع عموم المسلمين في وحدانية ربنا وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم، فيما عدا حاجة واحدة بس، إنهم شايفين إن القرآن الكريم بيحمل في باطنه تأويل غير التأويل الظاهر، علشان كده اتسموا بالباطنية. والإسماعيلية دي نسبة لإمامهم إسماعيل ابن جعفر ابن محمد ابن علي الهاشمي القرشي، والمعروف عندهم بإسماعيل المبارك. مجموعة المذهب الإسماعيلية الباطنية في الوقت ده كانوا بيدينوا بالولاء للخليفة الفاطمي في مصر، وعلشان ينضم حسن الصباح ليهم بشكل كامل كان لازم يعطي يمين الولاء والطاعة للخليفة الفاطمي. وفي صيف 1072 وصل كبير الدعاة الإسماعيليين في العراق وفي إيران
الملك عبد الملك ابن عطاش لمدينة ري، ووقتها قابله حسن الصباح وادى يمين الولاء والطاعة للخليفة الفاطمي قدامه، ووافق الملك عبد الملك ابن عطاش على انضمام حسن الصباح للمذهب، وانبهر جدا بثباته وقوة شخصيته وحجته القوية في الكلام، والأهم من كل ده طريقة إقناعه للمتلقي بكلامه، وكأنه بالظبط ساحر أو منوم مغناطيسي. فقرر إنه يستغل مواهب حسن الصباح الجامدة جدا دي، وعينه واحد من الدعاة وحدد له بالظبط مهامه في الدعوة، وطلب منه إنه يسافر مصر ويسجل اسمه في البلاط الفاطمي كواحد من أهم الدعاة الأقوياء المؤثرين للمذهب. وبدأ حسن الصباح إنه يهيئ نفسه للمرحلة الجديدة في حياته، واندمج في صفته الجديدة للمذهب، وده لحد سنة 1076. خرج حسن الصباح من مدينة الري وسافر لأصفهان، وهناك مسك منصب الدعوة الإسماعيلية الباطنية، وبعدها راح أذربيجان من بلاد القوقاز، ومنها على ميتا فرقين في تركيا حاليا، واللي فيها عمل مشكلة كبيرة جدا لما أنكر سلطة علماء السنة وقال إن الإمام وحده هو اللي ليه الحق في تفسير الدين. وهنا قرر قاضي القضاة إنه يطرد حسن الصباح من ميتا فرقين. والحقيقة إن حسن الصباح كان بيحب الشو والظهور، وبيحب دايما يروج لفتاوي غريبة عشان الناس تفضل تتكلم عنه وتفضل سيرته موجودة دايما بينهم. ومن ميتا فرقين راح على بلاد الشام، ومر على سوريا وفلسطين، وفي كل بلد كان لازم انه يحط التاتش بتاعه ويسيب بصمته ويمشي. ومن سواحل فلسطين ركب سفينة وراح بيها على اسكندرية سنة 1078. في الوقت ده مصر كانت تحت حكم الخليفة المستنصر بالله الفاطمي. في سنة 1078 كانت مصر خلاص عدت من الشدة، وكانت في بداية عصر حكم الوزراء في الدولة الفاطمية، بمعنى ان الوزير هو الكل في الكل، والخليفة ما هو إلا مجرد منصب شرفي بيحكم الوزير باسمه. قعد حسن الصباح في مصر 3 سنين، لف ودار فيها من اسكندرية للقاهرة، ولما شاف وضع الحكم هناك ما عجبهوش ان الخليفة الفاطمي اللي حسن بيدين ليه بالولاء يبقى مجرد منصب على ورق، وكعادته طبعا حب يعمل قلق، وقرر انه يفضل يهلل ويصيح ويقول ان شكل الحكم في مصر باطل، مع ان الناس كانت مبسوطة جدا وفرحانين واخيرا شموا نفسهم بعد القحط اللي كانوا عايشين فيه. لكن ازاي؟ حسن الصباح ما عجبهوش طبعا الكلام ده. لكن المشكلة بقى ان حسن الصباح ما كانش فاهم كويس هو بيخاصم مين، ده كان بيناطح في الوزير السيد الآجل امير الجيوش بدر الدين الجمالي، وده كان منقذ مصر من الشدة ومنقذ المستنصر نفسه. الجمالي شاف الصباح خطر على مخططاته في المستقبل، لان الجمالي في الوقت ده كان بيحوم ويزن على ودان المستنصر علشان يدي ولاية العهد لابنه الصغير احمد المستعلي بدل من ابنه الكبير نزار، لان المستعلي كان يبقى ابن بنت الجمالي، وبكده هيضمن ان الحكم مش هيخرج من تحت ايده ابدا. وصياح حسن الصباح ده كان بيسبب له مشكلة، وهنا دخل الصباح والجمالي في صراع كبير قوي علشان يحقق كل واحد هدفه. بس الجمالي بقى على الصباح وكسب وخد من المستنصر نفسه اللي الصباح كان بيحاميله امر بالقبض على الصباح. ولولا ان حسن الصباح كان رئيس الدعوة الاسماعيلية الباطنية في اصفهان، مركز الدعوة التابعة للفاطميين، كان بدر الدين الجمالي خلص عليه خالص. ما هو مش هيجي اغلى من ابنه اللي قتله لما وقف قصاده قبل كده. لكن بدر الدين الجمالي اكتفى بنفي حسن الصباح من مصر وشحنوا على مركب خارجة من اسكندرية للمغرب. ولكن للأسف من حسن حظ حسن الصباح وسوء حظ الأمة الإسلامية بأكملها إن المركب دي تاهت في البحر. مش بس كده، لا دي كمان غرقت، علشان يلاقي حسن الصباح نفسه مرمي على شط من شواطئ عكا الموجودة في الشام. واللي حصل بعد كده كان مرعب جدا. لو عايزين تعرفوا اللي حصل بعد كده تابعوا حلقاتي الجديدة كل يوم، وعلشان تعرفوا ان الفيديو نزل ما تنسوش تفعلوا جرس الاشعارات علشان اول ما الفيديو ينزل يوصل لكم على طول.